سادة أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الصحفيين الأفارقة، السيد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أكون معكم اليوم في هذه التظاهرة التي تنظمها رابطة الصحفيين الموريتانيين بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، تثمينا للقرار الشجاع والحكيم الذي اتخذه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني والذي مكن من إيجاد تسوية نهائية لملف عالق منذ 3 عقود، ويتعلق بإحدى أكبر الإشكالات البنيوية التي يواجهها الحقل الإعلامي في موريتانيا والتي واجهها سابقا، وإعلاء لقيم العدل والإنصاف التي ميزت حكمه وتجسيدا أيضا لإرادته وقراره التاريخي. تم توجيه بإيجاد حل نهائي وتسوية نهائية لملف المتعاونين بوسائل الإعلام العمومية، وودعنا إلى غير رجعة صفة المتعاون بهذه الوسائل. لا يتعلق الأمر بقرار إداري خالص فحسب، وإنما هو إعلاء وتجسيد للعدل ولإنصاف المظلومين ولمواجهة كل تجليات الغبن المؤسسي على مستوى مؤسساتنا. ولكم أن تتصوروا في هذا السياق أن الأمر يتعلق ليس فقط بحل إشكال بنيوي ل3 عقود، وإنما يشمل تسوية وترسيم أوضاع ثلثي العاملين بجميع مؤسسات إعلامنا العمومية. نحن نتحدث عن 1865 شخصا، وهو ما يشكل أزيد من ثلثي العاملين بهذه الوسائل الإعلام العمومية، والذين يطلعون بجهد كبير وغير مقدر سابقا أيضا في أداء وأعضاء هذه المؤسسات بإعلامنا العمومي. إنه قرار يجسد بصدق الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني لترسيخ العدالة المهنية والإنصاف الاجتماعي داخل الإعلام الوطني. ولقد ظل صاحب الفخامة منذ توليه قيادة البلاد يؤكد في أكثر من مناسبة أن إصلاح الإعلام الوطني يشكل ركيزة أساسية في مشروعه المجتمعي القائم على ترسيخ دولة القانون وتعزيز الحريات وترقية الإنسان الموريتاني في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق جاءت توجيهاته السامية بضرورة معالجة الملفات العالقة التي ظلت لعقود تؤرق أبناء المهنة، وفي مقدمتها ملف المتعاونين في الإعلام العمومي الذين قدموا عصارة جهدهم خدمة الوطن دون أن يتمتعوا بأي حقوق سابقة. ولقد شهدنا بفضل هذه التوجيهات السامية لصاحب الفخامة عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار اللجاي وفق مسار إداري ومالي شفاف ومسؤول لتسوية هذا الملف تميز بالتشاور والتدقيق والعدالة، إلى أن توج بإدماج مئات المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومية، وهو ما يعد إنصافا مستحقا وخطوة نوعية في سبيل إرساء بيئة مهنية مستقرة وعادلة تضمن للصحفيين حقوقهم وتحملهم في مسؤولياتهم في الوقت ذاته. إن القرار الذي نحتفي به اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اعتراف رسمي وتزمين بدور هؤلاء الإعلاميين في بناء وترقية المشهد الإعلامي الوطني، هو تكريم لعطائهم وتحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه حلقة جديدة ضمن الإصلاح الشامل لقطاع الإعلام الذي أطلقته الحكومة في السنوات الأخيرة، سيما مع إعلان صاحب الفخامة تأسيس اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام سنة 2010، والتي تجسدت وتوجت أعمالها بالعديد من الإجراءات الجوهرية، من أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية التي عهد إليها باقتراح تنظيم المناظرة العامة حول الإعلام، التي أرست خريطة إصلاح شامل ومؤسس على أسس مهنية صلبة، إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومي وتطوير بنيتها القانونية والإدارية والفنية وتوسيع مستويات انتشارها وتوسيع مستويات انتشارها وتأمين منصاتها من النفاذ الرقمي خدمة لتأمين جمهور أوسع، تعزيز حرية الصحافة وتكريس استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية وضمان تعددية الرأي والتعبير على المستوى الاجتماعي، ووعيا بأن حرية المهنة لا تترسخ ولا تتعضد الجهود الهادفة إلى تجسيدها إلا بتحسين ظروف العاملين بالحقل الإعلامي. تمت مضاعفة رواتب جميع العاملين بوسائل الإعلام العمومية التلفزة والإذاعة والوكالة. تمت مضاعفة الدعم العمومي الموجه للصحافة الخاصة وتوسيع الاستفادة منه وفق معايير شفافة تراعي المهنية والاستمرارية، وروجع الإطار القانوني الناظم للمهنة الصحفية في موريتانيا
سواء ذلك المتعلق بهيئة الضبط السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بما يشمل وبما يعزز تعزيز الحضور الجسمي الصحفي داخل هيئته القيادية، وتكريس التنوع أيضا بتضمينها لأول مرة ممثلا للطيف المعارض، وهو ما شكل تجسيدا لتمثيل وتعزيز تمثيل الجسم الصحفي والطيف المعارض بالهيئة القيادية لهذه السلطة، فضلا عن توسيع صلاحياتها لتكفل الضبط والتنظيم المستقل للحقل الإعلامي. ينضاف إلى ذلك تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالعاملين في القطاع، وفي مقدمتها التي نعيشها اليوم تسوية وضعية المتعاونين في الإعلام العمومي، تحديث البنى التحتية وتجديد التجهيزات التقنية في التلفزة والإذاعة والوكالة، وتوسيع التغطية الإعلامية داخل الوطن لتعم الاستفادة والانتفاع من الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي لصالح جميع مستهلكي المادة الإعلامية، وتعزيز إعلام القرب ومقاربة الإعلام التنموي، تعزيز التكوين والتأهيل المهني للصحفيين من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، والعمل تعزيزا للبنية التحتية الحاضنة للعمل الإعلامي على مباشرة إقامة حي إعلامي سيتضمن دارا للصحافة ومركزا لتكوين الصحفيين ودارا للإنتاج السمعي البصري. حصل لنا لحد الآن على 9 هكتارات قرب قصر المرابطين من أجل إنشاسه، وسيبدأ العمل قريبا في مباشرة بناء دار الصحافة التي تشكل فضاء لتواصل الصحفيين ولتنظيم مؤتمراتهم الصحفية، وكذلك الشأن بالنسبة لبناء مركز لتكوين الصحفيين ودار للإنتاج السمعي البصري. ينضاف في الترسانة القانونية أيضا إصدار قانون الصحفي المهني ونصوصه التطبيقية لضمان أن يؤدي الصحفيون عملهم في ظروف مواتية، وإصدار المرسوم الخاص بالبطاقة الصحفية حتى يتمكن الإعلامي من التميز والتمايز في مهنته الانسيابية والمسابة وضبط حدودها ومعالمها بفعل البطاقة الصحفية التي ستصدر خلال الأيام المقبلة بعد تشكيل لجنتها وإصدار مرسوم الخاص بها. كل ذلك في مناخ من الحرية والمسؤولية جعل موريتانيا تتقدم بخطى ثابتة في المؤشرات الدولية لحرية الصحافة، تستعيد مكانتها كمنارة للإعلام الحر والمسؤول في محيطها العربي والإقليمي والإفريقي وعلى المستوى الدولي كذلك. المؤشرات في هذا الصدد مبشرة. في سنة 2024 احتلت موريتانيا الرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والثالثة والثلاثين عالميا لأول مرة في تاريخها، والعاشرة عالميا في مجال أمن الصحفيين. وفي السنة الماضية وفق مؤشر ريبورتر سانس فرونتير احتلت موريتانيا الرتبة الأولى عربيا والخ50 عالميا، وتعززت بشهادة القائمين على هذه المنظمة المكلفة بالتصنيف والتقييم لمستوى الحريات في العالم. شكلت استثناء في منطقتها، منطقة تموج بالفتن وتموج بالاضطرابات التي كثيرا ما يدفع ضريبتها الإعلاميون أساسا، لذلك شكلت استثناء وحافظت على تصدرها الرتبة في العالم العربي وعلى مكانة ريادية أيضا على المستوى العالمي. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن ننوه بالدور